عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. كده هعمل كفتة مشوية زي بتاع الحاتي. حطيت بصل، حطيت فلفل، فلفل احمر وفلفل رومي اخضر، حطيت توم باودر، حطيت شوية بقدونس، حطيت بهارات كفتة المشوية وشوية كزبرة وشوية بابريكا، وكل ده وقطاية، وكل ده هنعمله في الخلاط، هنضربه كويس جدا. بعد كده هنصفي منه ميته، وحطيت شوية برجر، نقعنا البرجر من قبلها من بالليل واتعصر حلو قوي قوي، وحطيناه فيه يتضرب كله مع بعض كويس قوي قوي. وهوريكم هنعمل ايه. هنحط بقى نعصره كويس، بعد كده نحط اللحمة المفرومة فيه، نضربها كويس قوي وحتة دهن، وبعد كده تصبعوها وتشووها. بعد ما تتضرب كويس، تعمل لها عرق، تعملوا لها عرق وتشوفوا كده بتشد زي الفتل كده، يبقى ايه كويسة، وتروحوا مصبعينها وتشووها بقى. تحطوها في صينية على البوتاجاز تشوي، تحطوها في الفرن اللي يعجبكم. عندكم شواية بالفحم اعملوا وتاكلوها بألف هنا والشفا. لايكات يا حبايب قلبي، واشتراكات وشير. بصوا يا جماعه، احنا دربت اهو، بس ما رضيتش اضرب قدامكم عشان هيصه الكبه تعمل هيصه صوت يعني. فاتضرب الحاجه كلها اهي، بقت ناعمه قوي. هنعصر بقى ميتها حلو، وبعد كده اوريكم نعمل ايه. بصوا يا حبايبي، عملت الخلطه اللي شفتها بتاعت تتبيله كفته المشويه. حطينا دهن، واللحمه اهي حطيناها على الخلطه كلها اتضربت، وعصرنا الميه طبعا قوي قوي منها عشان ما تفكش الكفته. وانتوا بتصبعوا الميه اللي نازل منها البصل والكلام ده، تصبعوا في سياخ كده. فهنضربها كويس لغايه ما ايه تبقى كويسه وتشد كده الفتله بتاعتها. تصبعوها وتشوها بقى وتاكلوها بألف هنا والشفا. اشتركوا يا حبايبي، اشتركوا عشان اي حاجه اعملها توصل، ولايكات كتير عشان اللايكات بترفع الفيديوهات ويجيلكوا. وكلمة حلوة، كومنت حلو كده، مبقتوش تكتبوا حاجة ليه؟ اكتبوا يا حبايبي ولايكات كتير، واكتبوا كومنت كويس واشتراكات، عشان كل حاجة اعملها واعمل لكم احسن. تشجعوني اعمل لكم اكتر. وشكرا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ بص، انا جايبه ارنب غسلته كويس جدا جدا جدا. بتنقعوه، تدعكوه الاول بايديكوا بملح قوي، تدعكوه ملح جوه وبره وتغسلوه كويس جدا. وبعدين تحطوا ليمون دعكوه فيه، وتحطوا دقيق وملح وخل، ونقعوه شويه في الميه في المحلول. وبعد كده بتطلعوه من المحلول بتاعه، بتشطفوه حلو قوي. تكونوا عاملين له ايه، عايزين تشووه وتعملوا خلطه. برضو عاملين له برضو الخلطه، حاطينها عشان الزفره. لو سلقناه برضو، لو سلقتوه بتدوا تشوحوه على النار. تحطوا حته سمنه بلدي او شويه زيت اللي يعجبكم، وتشوحوه لغايه ما لونه يصفر كده ويتعمل خلاص. كونوا غاليين ميه وتحطوه عشان تسلقوه. طبعا بتحطوا ورق لورا، بتحطوا حبهان، بتحطوا فلفل اسود، عود خشب قرفه، بصل في الشوربه. تحطوا بصلايه حلوه كده في الشوربه عشان الزفاره، وقطايه. دلوقتي احنا دبلناه اهو، بعد ما نقعه في التتبيله حطينا له دعكنا بصل والتوابل بتاعته كلها، فلفل اسود وبهاراته والكلام ده، وتدعكوه وشويه كزبره وبابريكا والكلام ده، تدعكوه كويس وتعصروا ليمون فيه، نص ليمونه كده، وتدبلوه فيه كويس قوي، وتسيبوه بقى في التلاجة لما يتنقع حلو قوي.
عايزين تشووا بتاع الشوي برضو الشوي. عايزين تعملوه فرق زبدة وتحطوه في الفرن اللي يعجبكم. عايزين تسلقوه زي ما قلت لكم بقى اللي هو الوصفة دي اهو. قطعناه الأرنب وتاكلوه بألف أنا والشفا. متنسوش يا حبايبي بقى تحطوا الاشتراكات وتحطوا لايكات وتحطوا شير. حطوا يا حبايبي عشان الحاجة كل ما أعمل حاجة تبقى تجيلكم. وشكرا، سلام.